بسم الله، أول حاجة هنعمل الكريمة. عشان نعمل الكريمة محتاجة كوبايتين من الحليب هانزل بيهم كده، وبعد كده هاضيف 3 معالق كبار من النشا، وهاضيف معلقة كبيرة من السميد، هيدّي قوام حلو جدًا للكريمة بتاعتنا. نقلّب الكلام ده كله على البارد، وبعد كده نشغّل النار ونضيف شوية من الفانيليا، معلقة من الزبدة، لو ما عندكيش ممكن تضيفي سمنة ما فيش مشكلة. ونقلّبها كويس لحد ما تستوي معانا وتبقى بالشكل ده. هاشيلها على جنب واغطّيها كده بكيس بلاستيك واسيبها لحد ما تبرد خالص. نعمل البسبوسة بتاعتنا. محتاجة بقى نُص كوباية من السكر، بيضتين، فانيليا، طبعًا البيض بدرجة حرارة المطبخ، رشّة من الملح، وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه كده بالشكل ده لحد ما يبقى لونه فاتح معايا. باضيف له نُص كوباية خليط بين السمنة والزيت، يعني ربع كوباية سمنة، ربع كوباية زيت، تمام؟ باضرب كويس جدًا. بعد كده باضيف ربع كوباية من الكاكاو الخام، وباضيف معلقة صغيرة من بودرة النسكافيه، وده بيخلّي طعم الشوكولاتة باين كده وحلو أوي. كوباية من الحليب، وابدأ أقلب بقى كويس جدًا، وبيكنج باودر، واقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدًا. وبعد كده باضيف كوبايتين وربع من السميد، وبرضه أقلّبهم مع بعض. وزي ما أنتم شايفين كده هي دي القوام بتاعها، ودي الطريقة سهلة خالص وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. باجيب صينية، دي مقاس 25 في 35، دهنتها بالسمنة وبدأت أفرد الخليط فيها بالشكل ده. جبت بقى الكريمة اللي إحنا عملناها وبردت، حطيتها في كيس حلواني وبدأت أعمل بيها خطوط بالشكل ده زي ما أنتم شايفين بالطول، وبعد كده عملت خطوط بالعرض. بس كده. شايفين قد إيه سهلة؟ سهلة خالص وما خدتش معايا وقت. بادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، تمام كده؟ بعد كده هاعمل شربات بقى، كوباية ونُص من السكر، كوباية ونُص من المَيّة، وباقلّب السكر معايا كده لحد ما يدوب خالص ويختفي. أول ما يبدأ يغلي باضيف عليه عصير نُص ليمونة واقلّبه تقليبة واحدة و5 دقايق بس، وباطفّي عليه وادّي له رشّة من الفانيليا. خرجت معايا من الفرن، خدت حوالي 35 دقيقة، هي سخنة والشربات سخن، وهانزل بيه عليها لإن الشربات ده بتاعها كله هي هتاخده كله، واسيبها تتشرب خالص، وبعد كده نقدّمها بقى مع بعض. بُصّوا الشكل، شايفين الجمال؟ الكريمة مسكت، ما مسحتش منّي ولا باظت ولا خرجت، بجد شكلها تحفة جدًا وطعمها حلو أوي. بسبوسة كده بطعم جديد كده وحاجة بجد جديدة وسهلة إن أنتِ تعمليها لضيوفِك لو كان عندِك ضيوف أو عندِك عزومة، أو تحلية يوم الخميس تعمليها لولادِك كده، حاجة سهلة وسريعة وبسيطة وكمان اقتصادية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وبألف هنا وشفا.